تم ترشيح محمد صلاح أبو علي أحمد ضيفي لزيارة شركة ساني بيور. ساني بيور. اعمل يا اسطى الفيديو بالعرض، اعمله بعرض يا اسطى. شوف رجالتنا الحلوين. السلام عليكم. ورجالتنا الحلوين. احمد حبيبي، نسيت اسمك. ياسين. نسيم. ده كان نسيم حبيبي. محمد سامر. محمد فتوت السباكين. بقول محمد فتوت السباكين. نار ابيض بس هنحكوا ان شاء الله. دول من النوابغ اللي ما جوش، محمد صلاح واحمد ضيفي. وده فيديو النهارده يا جماعه من جوه شركه ساني بيور. بنقدم مقترحات لشركه ساني بيور، بياخدوا راينا تمام كفنيين على جميع الاعمال اللي هنا تمت او اللي بيعملوها والديزاين تمام. على اساس ان في حاجات طبعا بتبقى فيها بعض الاراء بنضيفها ان شاء الله يعني على شركه ساني بيور. طبعا في حاجات كتير جدا جدا شفناها في المصنع جوه في المعرض الثاني. ناس محترمين جدا جدا، وهنشوف برضو مش هندي حد حق مش حقه، خلي بالكم يعني مفيش فيها حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها امسك كده يا محمد، امسك كده يا محمد. انا 150 انا غلبان. مفيش حاجه اسمها عشان جينا الشركه والشركه قدمت هدايا ده معناه ان احنا نقول لا كل شغلكم حلو وزي الفل وما نتكلمش في اي حاجه فيها مثلا تعليقات. لا، كل الاخوه علقوا تمام، وبناء عليه بس انت تعمل فيديو بالعرض، وبناء زي ما انا بتكلم وبناء عليه اما نقدم اطروحه في شركه ويكون لنا راي والناس يحترم وجود المهنيين القدماء في الموضوع ده وفي تصنيعهم، اذا هم الناس دي فعلا عايزه تعمل منتج فعلا مريح للعميل، فعلا. من ناحيه برضو اتكلمنا عن الجوده، من ناحيه الديزاين بتاعها، اتكلمنا عن السعر، اتكلمنا عن الطبقات اللي بتشتري من ناحيه الطبقه العليا والمتوسطه تمام. اتكلمنا عن بعض التعديلات اللي احنا نرغب فيها كفني عشان ما تريحنا في التركيب تمام. اتكلمنا عن الشركه دي فعلا. الشركه دي ليها ميزه انها مش منحازه رايها زي بعض الشركات الثانيه، بتنحاز لرايها وبتضرب بعرض الحائط اراء الفنيين. طبعا دي شركات انا طبعا زعلان جدا جدا واحب ان احضر في كل شركه، مش منحاز شركه معينه يقول لك ايه اصل ادولك اصل عمولك. لا، مش الموضوع كده خالص. الموضوع مش كده خالص. انت جاي بتتهم كل اخوات الفنيين ان احنا جايين عشان ناخد هديه ولا كذا. لا طبعا، احنا جايين نقدم خدمه لبلدنا، ان نقول الشركه دي فيها 1 2 3 تمام. وهنقول الكلام ده ان شاء الله لما الشركه تقدم المنتج بتاعها ده في معرض، وان شاء الله باذن الله قريب جدا جدا هيعملوا معرض، وبناء على المعرض بتاعنا هينزل المعرض ده بتاعهم في جميع الاطروحات بتاعتنا ان شاء الله، وهنطرح ازاي الشركه عدلت ما هو متعب للعميل قبل الفني. اصل الفني بالنسبه لي كفني وانا بركب الحاجه ممكن اتصرف اركبها تمام، سواء عيب في شركه كذا او كذا او كذا، انا بتصرف كسباك اي وضع انا بعدله ما يهمنيش. لكن الفكره هنا بقى في حاجه، ان هنا المنتج بتاع الناس دي بيفكروا فكر قدام، بيعملوا زي ما قلنا قبل كده، بيضربوا ضربه استباقيه اللي بيها ان هم يعملوا منتج ينهض بيه الشركه بتاعتهم، ما يبقاش منحاز ويلاقي فجاه ان هو بقى واقف لوحده. ما انت لو انت كسباك او فني بتشتغل ومنحاز رايك، ما بتكتبش متابع على الفيديو بتاعك وتروح جاي تعادل مع عامل التعليق بتاعك وتقفل باب التعليقات، كده هتفشل. انما لما تكتب متابع بتخلي محمود، محمد، احمد، سامر الى اخره، كل الفنيين، محمد صلاح، احمد ضيفي، مع احترامي الناس ما ذكرتهمش طبعا، بتخلي كل يقول رايه. اما الاراء دي كلها بتجمع كواليتي توليفه بتوصلك انك انت يبقى عندك منتج لا منافس له. وده اخر كلمه عايز اقولها، هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني برى ان الناس دول عندهم نظره مستقبليه انهم عايزين المنتج بتاعهم فعلا افضل منتج في مصر. وزي ما قلت في فيديو عندي قبل كده وكذا فيديو، بعيب على الشركات اللي ما بتستدعيش الناس الفنيين الخبراء في
اضافه شيء في الفنيات، اللمسات الفنيه في التعامل كراجل فرد بيتعامل مع شيء، تمام. لو ما اضفتش الكلام ده في حياتك يبقى انت في وقت من الاوقات بتلاقي نفسك وقفت لوحدك، وتلاقي نفسك الشركه بتاعتك بتقع سنه سنه. ليه؟ لان في ناس قاعده ورا ظهرك بيقولوا لا خد منتج محمود، ما تاخدش منتج الحاج سامي. يوم الكلام ده يتنقل بين ظهرك وتفاجئ ان انت في يوم من الايام رغم انتشارك العالي جدا ورغم انك انت نجم صارخ وعالي جدا في السوق، بتلاقي نفسك وقعت مره واحده والمنتج بتاعك حصل له ركود في السوق مره واحده. ليه؟ عشان ما بتاخدش راي حد ومنحاز لرايك وبناء عليه مش هتكبر. ارجو ان اكون قدمت اضافه مفيده عن شركه ساني بيور. ساني بيور بحترم جدا جدا فيها استدعائنا انها بتحب اراء الاخرين زي ما انا بحب على الصفحه بتاعتي اراء الاخرين، وده مفيد جدا جدا لكل الشركات لو انتهجت نفس المنهج ده. وارجو ان اكون فدتكم وما اطولش عليكم في الشرح ان شاء الله. وبحيي اخواتي جميعا في الفنيين، وبحيي طبعا اعضاء مجلس الاداره. ممكن نصور؟ اتفضل. طبعا كل واحد يقدم نفسه، كل حد يقدم نفسه. قدم نفسك يا دكتور. مهندس ياسر المهدي المدير الفني للشركه. اهلا وسهلا. شريف مصر مدير فرع الاخير. اهلا وسهلا. ان شاء الله طبعا قعدنا مع ناس ثانيه طبعا محترمين جدا جدا في الشركه، وقدموا لنا كل المقترحات بتاعتهم، واحنا قدمنا مقترحاتنا برضو بجميع اشكالها. وان شاء الله باذن الله يعني متوقع ان الشركه دي تبقى اكبر شركه في مصر ان شاء الله. وصلى سيدنا عليه وسلم كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.